السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أغلى وأجمل متابعين في الدنيا، أخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في أحسن صحة وأحسن حال، كل عام وانتم بخير وسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب يعجبكم الفيديو بتاع النهاردة. كده عاملين حلوى الشوفان الجميلة يعتبر اقتصادية، صحية، مفيهاش مادة دهنية، مفيهاش دقيق، كمان بدون سكر. مميزاتها حلوة جدا لأصحاب الدايت أو الحمية زي ما بتقولوا. معايا كوبايتين من الشوفان، 200 جرام من الشوفان، عليهم كمان كوبايتين من الحليب، كوبايتين ونص حليب، وهنركنهم على جنب. أنا هكتب المقادير في صندوق الوصف، معظم الفيديوهات بكتب مقاديرها في صندوق الوصف بس مش الكل بصراحة يعني. هنركن بقى الشوفان كده على بال ما نجهز الموز والمقادير التانية. هيكون هو شرب الحليب. معايا 400 جرام من الموز، 4 صوابع كده، وواحد شايلة منه يعني عشان يبقى 400 جرام بالظبط، يعني شايلة منه حتة صغيرة كده. هرستهم بالشوكة زي ما انتوا شايفين. وهنجيب ايه بقى معايا 4 بيضات. لو عايزة تعملي نص الكمية كوباية شوفان عادي، هتاخدي كوباية شوفان واحدة وكوباية وربع حليب وبيضتين 2، هتقسمي المقادير نصين يعني، مش في أي مشكلة، حسب أفراد أسرتك أو حسب اللي هياكل يعني. نزلنا برشة ملح خفيفة، 4 معلقة ملح على البيض. معايا 40 جرام من الكاكاو الأسباني، ومكانه حوالي نص كوباية كده. كمان باكو باودر، نزلنا بباكو باودر على البيض والكاكاو، هنقلبهم كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يسعدكم حبايب قلبي ويفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، كل مشترك جديد واللي معايا حبايب قلبي اللي معايا من زمان، ربنا يبارك فيكم يا رب. نزلنا بالموز بعد ما هرسناه وهنقلبهم برضو كويس. بصراحة طعمها جميل جدا ومغذية، مش عارفة نقول كيك، نقول حلوى، يعني حاجة حلوة بصراحة وجميلة مش عارفة يعني جميلة جدا. الشوفان طبعا شوفان زي ما هو حبيباته كده، مش عملنا فيه اي حاجة ولا طحناه ولا جبنا دقيق مطحون ولا حاجة، كانت جميلة جدا. هو دلوقتي خلاص يعتبر مستوي، مش بياخد نار، هو بيشرب الحليب وبتلاقيه خلاص بقت حبيباته طرية كده. هنقلبه كويس، والصينية دهناها بالزبدة، جهزتها. المهم يتقلب كويس قوي، كل المقادير تختلط ببعضها عشان مش يبقى في حاجة لوحدها كده. طبعا مش محتاجين في الوصفة دي فانيليا عشان الكاكاو بيضيع ريحة البيض، مش بيخلي ريحة بيض خالص. نزلنا بيه في الصينية كده وهندخله الفرن. مولعة الفرن، أول ما بدأت أجهزها ولعت الفرن عشان يكون ساخن. طبعا هي شكلها كده طول طرية ومش مش هيتشرب الحليب دوت، لا، هتطلع زي ما شفتيها بالظبط، ما ضفتش اي حاجة ولا الكاميرا، كل حاجة زي ما انا عاملاها معاكم قدام اي اضافات قدام الكاميرا. لو في حاجة ضفتها بعيد بقول لكم عليها، لازم الامانة عشان الوصفة تطلع مظبوطة. معايا حوالي 150 جرام شوكولاتة، ومعايا ديت حوالي 3 معالق كبار قشطة من وش اللبن، يعني شايلاهم انا كان من وش اللبن. نزلت بيهم على الشوكولاتة عشان نسيحها على حمام مية سخن ونزوقها بيها. لو مش عايزة تزوقي مش فيه اي مشكلة خالص يعني، ده حسب رغبتك، بس بصراحة العين بتاكل يعني، وهي متزوقة شكلها جميل وطعم الشوكولاتة بيديها طعم كويس خالص زي ما شفتوا كده، يعني تزيينها خفيف وبسيط خالص وبراحتكم. يا رب تعجبكم ان شاء الله. الف هنا وشفا اللي يعملها وجربها. يعني خطوط كده وطوله بالعرض، وسيبها جميلة، تلاقيها جميلة وحلوة.
يا رب تعجبكم ان شاء الله، جميلة تحفة ان شاء الله عليها، كلها فوائد، وفوائد الشوفان يعني ملهاش حل. لا اله الا الله. نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله يكون اجمل واحسن من كده كمان. شايفين عاملة ازاي؟ حاجة كده جميلة.